تعالوا بقى نعمل تحلية المانجا الترند اللي طالع، سهلة وسريعة من غير بقى وقفة في المطبخ وتشغلي الفرن في الحر ده. مش هتاخد من وقتك دقايق، وخصوصا بقى لو جالك ضيوف فجأة. بجد الوصفة دي هتبقى حلوة جدا. انا جبت هنا توينكيز، رصيته كده في الصينية الصغيرة بتاعتي، وحطيت طبقة من الكريم شانتيه. وبعدين بقى عندي مانجا قطعتها، حطيتها كده هوت فوق الكريم شانتيه، وسبت كام واحدة من التوينكيز قطعتهم ورصيتهم طبقة تانية كده من فوق. هنزل بقى اخر طبقة من الكريم شانتيه وبس كده. عايزة اقول لكم مفيش اسهل ولا اسرع من كده، وخصوصا لو ملكيش مزاج بقى تدخلي المطبخ وتشغلي الفرن في الحر ده. عندي هنا بقى بقية المانجا، حطيت عليهم نص كوباية جيلي مانجا واوزعهم بالشكل ده. وممكن برضو لو حابين تزودوا الكمية ممكن تعملوا في صينية اكبر من دي. كان عندي وحدتين كريز كده، قلت ما احطهم كده يدوا شكل ومنظر. وهحطها بقى في التلاجة تسقع شوية، يعني ممكن تحطوها من ساعة لساعتين. وبس انا طلعتها بعد ساعتين. بصوا بقى الطبقات بتاعتها، ما شاء الله جميلة، وفعلا حاجة سهلة ولذيذة وسريعة ومنعشة في الحر ده، ومش هتاخد منك وقت خالص. بصوا بقى ما شاء الله، بجد كانت تحفة، والولاد هيحبوها جدا. يعني هتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا تورتاية، بتاكلوا جاتو. يعني بجد نفسي ادوقكم منها. طبقة الكيكة مع المانجا مع الكريز مع الكريم شانتيه، بجد طعمه خطير. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا لي متابعة ولايك وشير، وبألف هنا.